السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة وبهنا. قبل كل شيء وقبل ما نبتدي حلقتنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يا شباب، في فيديو طلب مني فيديو زيادة الإنتاج. في ناس مش قادرة تنتج زغاليلة رجالة، والحمام عندها مش بيبيض ومريح. أنا النهاردة هفهمك الدنيا ماشية ازاي، ولازم تمشي على اساسيات عشان خاطر زيادة الانتاج. يلا بينا كده واحنا بنتفرج على الحمام ونتكلموا. بس قبل ما نبتدي كده اهوت ونخش في الحلقة على طول، ما تنساش اللايك بيرفع من الفيديو يا شباب. ولو مش مشترك في القناة انزل اشترك. ما تنساش اللايك تعمله كده تعمله كده بأي صوبع، مفيش أي مشكلة. المهم إن أنت ما تطلعش من الفيديو غير لما تعمل اللايك عشان الفيديو انتشر. طبعا يا شباب، واحنا بنأكل كده حمامنا، طبعا يا شباب أول حاجة بص أنا عملت إيه جديد عشان أوفر في الكلفة. بص دي أكلات بتاعت العصافير يا رجالة. كان عندنا عصافير طبعا، مصفى العصافير أهو تمام. أخدت الأكلات بتاعتها ورحت حاططها. دي هتوفر لي في الكلفة رجالة. الأول كانت الكلفة عندي بتقع تحت هنا أهو في المكاسح تحت، فدلوقتي أنا عشان بحط أول حاجة بمقدار. لازم أعرف القص اللي عندي هياكل قد إيه. ده زغلول مثلا هروح حاطط له، بص يا رجالة أهي ده المقدار بتاعي، أروح حاطط له كده أهو. بصوا أهو أنا حطيت له أهو. بصوا يا شباب أهو على قد ما ياكل. ولو قشطت من عليه أهو، بصوا يا شباب بكوباية أهو بحط المقدار اللي أنا هقدر إن أنا أهو شباب. بصوا بمقدار، أو لو هتحط بإيدك مثلا يعني، بس أنا من رأيي إن المقدار أحسن أهي، أو بأي حاجة عندك أهي كده أهو وبحط أهو. بصوا حضراتكم أهو بصوا حضراتكم أهو تمام أهو. بصوا حضراتكم أهو تمام أهو. أصبح إن أنا كده أنا بوفر في الأكل أهو شباب. بصوا أهو يا سلام، بس أنا بسنت أهو. بصوا يا رجالة أهو. حتى لو أنا حبيت أقشط أهو، بصوا يا رجالة أهو، حتى لو حبيت أقشط على الحمام أهو. بصوا يا شباب بصوا أهو. بس طبعا احنا هنحط اكلتين هنا اهي برضو واحده تانية هنا اهي يا شباب اهي، عشان يبقى كل واحد اهو. بصوا يا شباب اهو كل واحد اهو. بص هما الاتنين هياكلوا اهو. بصوا وفي اكلتين اهو، حد ياكل من هنا حد ياكل من هنا اهو. بصوا يا شباب اهو. صدقوني دي موفره قوي للناس اللي عندها السلكات اللي هي السلك يا شباب. السلكات اللي هي السلك، السلكات اللي هي العاديه طبعا معلش مش هتقدر حضرتك تتعامل اهو. بحط بمقدار اهو بالكوبايه اهو على قد ما اقدر ان انا. دول محسين اهو يا شباب تمام. هناكلوا حمامنا وبعد كده نتكلموا اهو. دول عشان معاهم زغاليل بزود لهم فول كمان يا رجاله. طبعا يا شباب دول عشان معاهم زغاليل اهو بزود لهم الفول اهو، عشان معاهم زغاليل بسم الله ما شاء الله اهو يا شباب تمام اهو ماشي. دول طبعا عشان ما معاهمش زغاليل، معاهم بيض محسي اهو، حاسين طبعا ويمكن شفنا قبل كده اهو يا شباب. بحط لهم المقدار بتاعهم ده. ذكر لوحده هنجيبوا له النتايه بتاعته اللي هي طارت اهو تمام. طبعا معلش عشان انا بصور لوحدي اهو يا شباب. دول محسين تمام، هنا مفيش حاجه تمام يا شباب. طبعا انا الكسرنجات فصلتهم لان البيضه بتاعتهم طلعت بايظه
فهريحهم شويه يا رجاله اهو. كسخنجيات والدكر تحت اهو اهو، حاطط الدكر لوحده والنتايه لوحدها، عازلهم عشان خاطر ايه؟ البيضه بتاعتهم طلعت بايظه اهي يا رجاله اهي اهي. دي البيضه بتاعت الكسخنجيات طلعت بايظه اهي. تمام. وطبعا المساويت دول اهو جيب لهم شويه كلفه برضو مع بعضينا اهو، لسه ما حسوش برضو. انا مش النتايه دي مش داخله دماغي اساسا وقرفاني بصراحه. رشيد وبكاره، بكار ورشيد. تمام، بكار ورشيده. تمام يا شباب. طبعا يا شباب انت عشان تزود انتاجك اهم شيء واهم حاجه ان انت تحرص على مضاد الديدان. كل فتره لازم مضاد الديدان ده يا رجاله، اللي هو سطرات الببرازيل او اي حاجه مضاد للديدان، لازم تدي جرعه لمده 4 ايام. تمام، كل شهرين او كل شهر. تمام، زي ما انتم شايفين الانتاج اهو بسم الله ما شاء الله عندي. تمام، يعني دول محصين اهو. تمام. فاهم شيء يا رجاله، اهم شيء جرعه الديدان. ليه؟ لان لو في ديدان في الحمام عمره ما هيبيض. تمام، لو في ديدان في الحمام عمره ما هيبيض يا شباب. فانت لازم تحرص على جرعه الديدان. هتدي سطرات الببرازيل سنتي على المسقه لمده 5 ايام. تمام، وبعد كده هتدي مطهر معوي عشان خاطر حضراتكم لو في لسه ديدان في المعده. تمام، او البيض اللي هو بتاع الديدان بينزل مع المطهر المعوي اللي هم ايه؟ الامرازول اللي هو البشري يا رجاله، الامرازول اللي هو البشري. تمام، بسم الله ما شاء الله مساويد محصينه هم رجاله. تمام. فاهم شيء دوت يا رجاله. واهم شيء كمان تاني التحديق، لازم يكون قدام التحديق يا رجاله. اهم شيء التحديق والكالسيمات، اهم حاجه الكالسيمات. هتدي 2 أو 3 ايام كالسيمات. بعد كده بعد الكورس اللي هو بتاع الديدان يا شباب، بعد الكورس اللي هو بتاع الديدان. تمام، وبعد الكورس اللي زي ما قلنا اللي هم ال5 ايام اللي هم بتوع الديدان، وبعد كده اللي هم المطهر المعوي. تمام، وبعد كده شباب هنلاقيهم. بعد كده تلاقي اهم شيء ان انت تكون فاصلهم وتلاقي الحمام مع بعض كله. يعني تفصل الحمام مع بعض كله وتلاقي الحمام مع بعض كله. ليه؟ عشان تلاقي دفعه الزغاليل معاك مره واحده. معاك مثلا 10 اسوس هيطلعوا لك 20 زغلول، 15 قص هيطلعوا لك 15 قص مع بعض. فانت لازم تدي الجرعه كلها مره واحده وتكون فاصل الحمام. دي اهم شيء يا رجاله. وقبل الفأس ب5 ايام لازم تدي مطهر معوي امرازول عشان خاطر يا شباب الزغاليل بتموت في عمر اللي هو بتبقى بطش او بتبقى لسه فأسه وبتموت. ليه؟ لان الاهالي ساعات بيبقى عندهم سلمونيلا. فانا احلى حاجه ان انا اعملها ان انا اوكل حمام من السلمونيلا، اطهر معدته عشان خاطر لما يجي ياكل الزغاليل بعد كده ياكلها على نظافه. دي اهم شيء يا رجاله. والفيديو اللي جاي هنتكلم ان انت ازاي تجيب حضان، ازاي تعمل حضان وانهي حمام في التحضين كويس. تمام يا شباب، انهي حمام يبقى في التحضين كويس. فاهم شيء لازم تحرص على الكلفه كمان. الكلفه لازم تكون منوعه. هتقول لي الكلفه غاليه، هقول لك معلش على قد ما تقدر. اهم شيء الفول، لان الفول بروتينه عالي فهو احنا محتاجينه في الزغاليل وفي الحمام اهم شيء. فده كان فيديو صغير حبيت ان انا اقول لحضراتكم عليه، وحبيت ان انا انوه، وحبيت ان انا انصح عشان تزود انتاجك وتخف من الكلفه شويه. لازم تعمل الاكلات دي. لو انت عندك سلك اهو، لو ما عندكش سلك يبقى تحاول تحط الكلفه على قد ما بياكل، على قد ما القص ياكل. ما تقشطش من عليه، يكون هو مقشط بنفسه، يعني يكون مخلص الاكل. فتشوف المقدار المعين اللي انت تقدر تحطه للحمام عندك بياكل قد ايه. تمام، ويكون معاك معيار حاجه زي كده او كوبايه اصغر من كده او اي حاجه تكون صغيره بحيث ان انت تقدر تقدر القص بتاعك بياكل قد ايه. تمام يا شباب، الفكره دي يا رجاله جميله والله اقسم بالله الفكره دي جميله اهو. يعني الاكله دي يا رجاله، الاكله دي تعمل لها بتاع حوالي 3 جنيه ولا 2 جنيه بس هتوفر لك. بص لو فضل حاجه هتعرف تقشط عليها. الحمام هيبقى بصحته وهيبقى مش شاخخ في الاكل.
تمام. وبالنسبه للميه يا شباب لازم تغير الميه باستمرار، تمام. ويكون عندك مضاد سموم. ايه هو مضاد سموم؟ ارخص حاجه رجاله، ارخص حاجه مضاد سموم اللي هو خل التفاح او الخل العادي الابيض. هتحط 3 4 نقط او 5 نقط في المزقه يوم ويوم، تمام. وتغير الميه باستمرار، كل يومين تغير الميه او كل يوم يبقى افضل، عشان حمامك يبقى بصحته كويسه ويقدر ينتج معاك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسف على الاطاله. وانتظرونا في الفيديو اللي جاي باذن الله. هقول لك ايه ازاي تحضر الحضان، او ازاي تجيب حضان معين، وايه مواصفات الحضان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.